هقول لكم سيناريو وقولوا لي هتعملوا ايه. انت بتقرا كتاب، او حتى خلينا نبعد اكتر من كده كمان، بتتفرج على اي نوع من انواع الفن، افلام، كتب، لوحات، اغاني، اي حاجه. فجاه بتلاقي حاجه بتسمبلايز او بترمز لحاجه مش شبهك ولا شبه اجتماعياتك ولا انت موافق عليها. هل هتقول المشكله دي في الفن ولا في الفنان نفسه؟ انا بفكر كتير قوي في موضوع ان احنا نفصل الفن عن الفنان، لان بجد احنا هنعمل كده ازاي اذا كان الفنان ده هو اللي مطلع الفن اللي هو بيعمله؟ وخلي بالكوا ان الفن هو اسهل حاجه نوصل بيها رسائل. بجد الفن ده حاجه ممكن تبقى ويبنايزد او مسلحه لو استخدمت بشكل معين. انا حرفيا اول ما ببدا كتاب بشوف مين الكاتب ده وحياته عامله ازاي وبيفكر ازاي. تروما اي حد بيحب يحلل الادب عامه، الموضوع ده بياخد وقت طويل. انا مثلا بحب قوي الكتاب بتاع قواعد العشق الاربعون. كتاب بيتكلم على الصوفيه يا جماعه، انتوا متخيلين؟ وواخد الجود بارت ده بيتكلم على حب ربنا سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين الروحانيات؟ اهو الكتاب ده بقى اول ما اليف شفاق طلعت وقالت انها بتدعم الشواذ، قالوا ده الكتاب ده بيسبورت الشواذ. وده سبب مخلي حاجه انا بجد كنت بحبها قوي مش قادره اتكلم عنها غير لما اقراها مره تانية. حرفيا محتاجه اتاكد ان مفيش اي حاجه بتوحي بحاجه زي دي. بعد الكتاب ده قريت لها بنات حواء الثلاث، ومحدش هيصدق ان شي منشند الحوار ده في جملتين بس في كتاب 600 صفحه، فطبعا صعب جدا ان حد ياخد باله. الموضوع بجد حساس جدا، وكمان فكرة المجتمعات والمعتقدات المختلفة بتخلي الموضوع كمان أصعب. دي بجد أكتر مرة أنا مستنية أسمعكم، لأن زي ما انتوا شايفين الموضوع متعقد جدا. وبس كده.